من 28 سنة لما الأمير يواكيم من الدنمارك أعلن نيته يتجوز البنت دي، البلد كلها تفاجأت. ألكسندرا كانت بنت صينية عادية وكانت أكبر منه ب5 سنين. الاثنين واجهوا مشاكل عشان يكونوا مع بعض، لكن اتجوزوا سنة 1995. ألكسندرا بقت أول ست صينية تتجوز أمير أوروبي. كان باين إن نهاية الحكاية الخرافية ممكنة، بس الاثنين اتطلقوا في سنة 2004. إيه اللي خلى ألكسندرا ترفع قضية طلاق على الأمير يواكيم؟ هي فين دلوقتي؟ وأولادهم شكلهم إيه دلوقتي؟ اتفرج على الفيديو كامل علشان تعرف. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتضغطي على جرس التنبيهات علشان يوصلك كل جديد أول ما أنزل فيديو جديد. يلا نكمل. التاريخ شاف أمثلة كتير على الجوازات المختلطة في العائلات الملكية. يمكن الأشهر هو جواز الأمير البريطاني هاري وميغان ماركل اللي تجوزوا في 2018. لكن واحدة من أنجح الجوازات هي جواز الأمير ماكسيميليان من ليختنشتاين والأميرة أنجيلا براون مصممة الأزياء البنمية من أصل أفريقي. الزوجين متجوزين بسعادة بقالهم 23 سنة وربوا ابنهم، ومع ذلك هم بيفضلوا يتجنبوا الظهور العلني ولفت الأنظار. الاثنين دول لحد دلوقتي نهايتهم كانت سعيدة، لكن القصة اللي هنتكلم عنها في الفيديو ده مش كده. في سنة 1995 الأمير يواكيم من الدنمارك اتجوز ألكسندرا من الصين. الفرح الكبير اتعمل في قصر فريدنسبورغ واتذاع في كل أوروبا. العروسة مشيت في الممر مع والدها واستقبلها آلاف المتفرجين اللي كانوا بيهتفوا. الأميرة الجديدة ألكسندرا لبست فستان حرير جورجيان بندر مبهر مزيناً ب9000 لؤلؤة وطرحة طويلة، وكمان تاج ألكسندرين دروب اللي كان هدية جواز من الملكة مارغريت. العريس كان لابس زي رسمي أسود للبحرية الدنماركية. حبهم لبعض كان واضح، وهم بيمسوا وبيبتسموا وبيرقصوا مع بعض. ألكسندرا عمرها ما كانت تتخيل إنها في يوم هتبقى أميرة وكل الناس هينادوا عليها صاحبة السمو الملكي. كانت باينة عليها السعادة جداً إنها أخيراً اتجوزت حب عمرها بعد ما واجهت تحديات كتير. بس إزاي كل ده بدأ؟ ألكسندرا كريستينا والمعروفة كمان باسم وين يالي اتولدت في هونغ كونغ يوم 30 يونيو سنة 1964. والدها من عرق مختلط صيني وإنجليزي، ووالدتها من أصل نمساوي بولندي. هي أكبر واحدة من بين 3 أخوات في العيلة. ألكسندرا دخلت أحسن المدارس في هونغ كونغ من الابتدائي لحد الثانوي، وهي عندها 17 سنة سابت الصين وسافرت للنمسا لوحدها علشان تدرس إدارة الأعمال الدولية. وبعد كده درست كمان في اليابان وبريطانيا ودول تانية علشان تكمل تعليمها. بعد ما تخرجت ألكسندرا اشتغلت في الأول كسمسارة أوراق مالية في سيتي بانك. بعد 4 سنين انضمت لشركة جي تي مانجمنت، وهناك كانت مسؤولة عن التسويق والمبيعات قبل ما تترقى لمنصب نائب المدير التنفيذي في 3 سنين بس. التقدم السريع في حياتها المهنية كان شكله مؤثراً على حياتها العاطفية، بس هي ما كانتش تعرف إيه اللي القدر مخبيه ليها. في سنة 1994 قابلت الأمير يواكيم في عشاء خاص في هونغ كونغ، وكان وقتها بيشتغل في شركة شحن دنماركية. الأمير يواكيم هو واحد من العائلة الملكية الدنماركية، وهو الابن الأصغر للملكة مارغريت الثانية ملكة الدنمارك. في البداية ألكسندرا ما كانتش تعرف إنه يواكيم من العائلة الملكية، لكنها لقت فيه شخصية جذابة وصادقة. يواكيم وقع في حبها من أول نظرة وبدأ يسعى وراها بحماس شديد. في البداية ألكسندرا كانت مترددة عشان هو أمير، لكن مع الوقت حست بحبه الحقيقي ليها وبادلته نفس المشاعر، مع إنها كانت عارفة إن وجودها معاه معناه إنها هتسيب شغلها وتسيب بلدها وتبقى أميرة في بلد غريبة، وده هيغير كل خطط حياتها، لكنها اختارت تتبع قلبها. بس علاقة يواكيم وألكسندرا واجهت معارضة قوية من الملكة مارغريت. لفترة طويلة العائلة الملكية الدنماركية كانت بتتجوز بس من النبلاء، وحتى والد يواكيم اتعرض لانتقادات عشان ما كانش نبيل كفاية. ألكسندرا لأنها من عامة الشعب وكمان أكبر من الأمير يواكيم ب5 سنين كانت تحدي للتوقعات التقليدية. إزاي الملكة ممكن تقبل ده؟ بس ألكسندرا ما استسلمتش، بالعكس أثبتت للأمير إنها جديرة بيه من خلال أفعال عملية. هي تعلمت الدنماركي بجدية وورت مهاراتها في اللغة،
وحاولت تقنع ملكة الدنمارك بالدنماركية، وكمان تنازلت عن الجنسية البريطانية بتاعتها بمحض إرادتها وبقت مواطنة دنماركية. تخطت توقعات الملكة، وأعجبت الملكة بشجاعة ألكسندرا، وافتكرت علاقتها بجوزها وهما صغيرين. رغم المعارضة في البداية، وافقت الملكة في الآخر إنها بتقبل ألكسندرا كأميرة الدنمارك. تم الإعلان رسمياً عن خطوبة الاثنين للجمهور في مايو سنة 1995. بعد جوازهم، ألكسندرا جابت الأسرة المالكة الدنماركية أميرين: الأمير نيكولاي سنة 1999 والأمير فيليكس سنة 2002. ألكسندرا بسرعة بقت محبوبة وسط الشعب الدنماركي، معروفة بحسها في الموضة وأعمالها الخيرية، وخدت لقب ديانا الشمال. ألكسندرا كانت منخرطة جداً في أنشطة خيرية كتير، وبقت أكثر محبوبة حتى من الأمير. في نظر ألكسندرا، هي ما كانتش متجوزة الأمير يواكيم بس، لكن كمان متجوزة بلده. كانت عايزة تساهم في الدنمارك، وكانت مؤمنة إنه ده هيخلي جوازها سعيد. لكن الحقيقة جرحت قلبها جامد. في البداية الأمير يواكيم كان طيب جداً معها، وكانوا تقريباً ما بيفترقوش عن بعض. لكن مع مرور الوقت ظهر على حقيقته. في الوقت اللي ألكسندرا كانت بتشتغل بلا كلل علشان الشعب الدنماركي، الأمير يواكيم كان بيستمتع بالحفلات وسباقات العربيات وأنواع تانية من الترفيه، وغالباً كان بيشرب كحوليات بشكل مفرط، وده خلى الإعلام يطلق عليه لقب الأمير الحفلاتي. لما ألكسندرا كانت بتعاني علشان تحمل، هو ما كانش بيرجع البيت بالليل، وتشاف كمان مع ستات تانيين. وراء ابتسامة ألكسندرا قدام الناس كان فيه ألم مخفي، وفي الآخر ما قدرتش تتحمل ده. اختارت تتنازل عن مكانتها الملكية وتطلب الطلاق. في يوم 8 إبريل 2005 اتطلقوا رسمياً، وده كان أول طلاق في العائلة الملكية الدنماركية من 165 سنة. بعد الطلاق، ألكسندرا وولادها الاثنين عاشوا في بيت جديد وفروا إلهم الأمير يواكيم. في سنة 2007 دخلت ألكسندرا في جوازها الثاني مع مارتن يورغنسن، مصور ملكي عنده 27 سنة وكان أصغر منها ب14 سنة. لكن بعد 8 سنين قصة حبهم اللي كان فيها فرق سن كبير انتهت. الزوجين اتطلقوا في سنة 2015. طلع أنه ما كانش سعادة حياتي ولا حب عمري، دلوقتي أفضل أبقى لوحدي. ألكسندرا قالت كده. الأمير يواكيم كمان تجوز تاني في سنة 2008 من ماري كافالير، وعندهم طفلين مع بعض. رغم طلاقهم، ألكسندرا ويواكيم محافظين على علاقة قوية، وعندهم حضانة مشتركة لأولادهم. ألكسندرا غالباً بتتدعى لمناسبات ملكية بتخص جوزها السابق وأولادهم الأمير نيكولاي والأمير فيليكس. النهاردة وهي عندها 59 سنة، لسه جمالها باين، ما بقتش بتدور على الحب والجواز، لكن مكرسة نفسها للأعمال الخيرية وتربية ولادها الاثنين. ابنها الكبير الأمير نيكولاي دلوقتي عنده 24 سنة. بعد ما تخرج من كلية كوبنهاجن للأعمال، بدأ يشتغل كعارض أزياء محترف. أول مرة ظهر على منصة العرض كانت في فبراير 2018 في عرض بيربري خلال أسبوع الموضة في لندن، ومن وقتها شارك في كتير من العروض المرموقة. رغم نجاحه، هو بيشوف العمل كعارض أزياء شغلانة مش كمهنة مدى الحياة. ابن ألكسندرا الثاني الأمير فيليكس عنده 21 سنة. في البداية التحق بالأكاديمية العسكرية الملكية الدنماركية سنة 21، لكنه ما كملش تدريبه، وبعديها زي ما عمل أخوه دخل مجال عرض الأزياء وتعاون مع صانع المجوهرات الفاخرة جورج ينسن. من بنت صينية بسيطة لأميرة محبوبة في كل البلد. حتى بعد طلاقها، ألكسندرا دايماً كانت متحكمة في مسار حياتها، ولما الحب بيجي في طريقها بتحتضنه بكل قلبها حتى لو كان معاه تضحيات وخسائر. بس لما العلاقات ما بتكملش، بتظهر عندها الشجاعة إنها تكمل حياتها وتسيب اللي فات. إيه رأيك في الست دي؟ وخلاص كده، لو عجبك الفيديو وعايز تشوف فيديوهات تانية زيه، ما تنسيش تعملي لايك تحت تقديراً. ولو لسه ما اشتركتيش، أكيد هتحبي تشتركي في قناتي وتضغطي على علامة الجرس عشان يوصلك إشعار أول ما نزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.